هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل بخير وعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا اليوم حبيت أشارككم هذا اليوم العظيم. شنو اللي سويته بيه، شنو اللي طبخته. تعرفون أنا عندي، يعني إحنا من عاداتنا بيوم الجرح نسوي تشريب، وبيوم المشتهاية نسوي الكشري، يعني اللي هو التمن وماش. فأنا سويتهن بيوم المشتهاية. فبيومها خابرت أمي، قلت لها البارحة ما طبخت أني يعني تشريب مال العفو مال الجرح. قالت عادي، هي اليوم المشتهاية طبخة تشريب وطبخة كشري. قلت لها عادي يعني يصير؟ قالت عادي، هو كله ثواب وإن شاء الله يا رب واصل. فشنو هنا أنا بنات، شوفون عزلت هذا اللحم راح أطبخه، وهاي عندي هنا التمن، يعني خلطت كمية من الماش والتمن على مود شنو، على مود راح يعني شو اسمه أوزع كم صينية، يعني طلع للجيران. هنا بديت يا بنات، شوفوا خليت تركيبة وغسلت التمن، أنا كملت يعني كل هاي الأمور. وهذا عندي اللحم، هذا لحم غنم بنات، إن جربته تجربة، إذا حمستيه راح طعمه كله يروح. بس أنا شنو اللي سويته، سلقته سلق، يعني خليتها بطعمه. ذبيت للنوم بصرة، البهارات، البصل، الملح، وورق الغار كان ما موجود عندي فما خليت له. وهنا بدأت تركيبة فور، راح هم أخلي التمن، يعني هذا التمن وماش، وراح يعني هم أطبخه إن شاء الله وياكم. بس أنا حبيت أشارككم هذا اليوم، إذا البعض أكو بيهم يجوني ما شاء الله على انستغرام، يعني كل ما نزل فشي يجوني يقولون شنو تنزلين أكل حرام، حرام عليكم، أكو ناس بيها ما عدها وهيك شي. تعرفون هاي الناس بعد. هنا أنا كنت عاجنة أنا مد أخبز، لأن أنا دائما أقول لكم يعني أخبز ويا الفطور، أنا مد خبز حار. وهنا ما أدري من طبيعتي يعني أني لازم يعني أطبخ وإيدي بالطباخ، لازم أنظف. هاي تشوفون لازم إيدي بي، يعني ما أحب أطبخ بي وأشوف بي فشي. وملاحظة يعني أنا خلي أقول لكم فشي، قبل لا أطبخ يعني أنا كنت أصلا ماسحته ومنظفته وكل شي ما بي. بس هاي تعرفون من تشرب شوية وقع عليه من الطبخ ما أدري شنو، رجعت مسحته، يلا راح أكمل الطبخ وهدر التمن. هنا نبي من راح هدره، شوفي هنا راح أخلي أني زبد، طبعا حبيت الهدرة بالزبد يطلع طعمه يعني كلش طيب بنات. وشوفون أنا طابخ خيرات الله وثواب والحمد لله. وجن البنات كانوا يقولون إحنا ما ناكل لا التمن ولا التشريب، يعني لا الكشري ولا التشريب، يا معودات ثواب. قالوا لا سوينا معكرونة نفطر بيها كافي. والله قلت لهم شنو هاي، يعني صدق كذب. المهم سوي لهم شوية معكرونة هم على صفحة يشوفون قدر. هنا أنا بديت هدرت، وألف حمد وشكر، ويا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وشنو سوينا ثواب، شنو الدعاء، شنو الصلاة. أني طبعا بيومها يعني بيوم اللي كملت هذا الثواب تعرفون صلاة ليلة القدر 100 ركعة. الحمد لله والشكر، الله قدرني أني وبناتي الحمد لله، وقعدنا يعني صليناهن وكملناهن ودعاء. وألف حمد وشكر، يعني من خلصنا هاي الليلة بخير وسلامة، ويا رب تنعاد علينا وعليكم بصحة وبسلامة وبإيمان إن شاء الله. شوفوا هنا يا بنات، بعد ما هدرت كل شي هاي المعكرونة خلوها، يعني بنات خلينها على النار وخلينها تفور، وقالوا روحي انت كمليها. ولكم ليش يعني انتوا مو تريدون تطبخوها؟ قالوا لا انتوا روحي كمليها، احنا ما نقدر. يلا عادي. هنا يا بنات طبعا قبل الفطور بنص ساعة بديت أصب، لأن شنو يعني قلت لكم لازم واحد يطلع من الثواب للجيران. وعودهم تعالوا لي بالتعليقات شنو تطلعين وشنو تصورين، لأن يعني تعبت من هاي السالفة والله، كل ما أنزل لفتشي يجيني يعني تعليق سلبي. بخصوص الأكل دائما يقولون يعني تعليقات تجيني حرام تنزلون الأكل وهيج، بس أنا ما أشوف بيه فتشي حرام، هي كلها شغلات بسيطة. هنا أنا صبيت وراح نطلع يعني للجيران كم صينية، وألف حمد وشكر يا رب. وراح أبدي أصب فطورنا، بس ما شاركتكم بالصب، يعني ما صبيت وياكم، وبس حبيت أراويكم السفرة. فهاي سفرتنا البسيطة، ويا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. يا بنات إذا حابين هم تتابعوني على انستغرام، أنزل دائما أقول لكم أنزل يومياتي كلها أول بأول، يعني كل شيء أنزلكم ستوريات طبخات هيك شي، دائما أنزل ريلز، دائما أنزلكم شغلات كلش حلوة. فأتمنى منكم تتابعوني، وأهلا وسهلا بالجميع. طبعا ورا الفطور سويت لهم عصير، بس أنا كنت مصورته ستوري وحبيت أنزلكم إياه هيك، يعني سويته بقدر الإمكان، سويته فيديو يوتيوب يعني ما قدرت، قوة درته وسويته. هنا عصير تمر الهند بنات كلش طيب، ويعني يروي شوية ورا الفطور، يعني يروي الواحد وطعمه طيب وبيه حموضة وبارد، تعرفون بعد عندكم حساب.
هنا خلطته وكملت، وهذا يعني الثخن مالته والطعم ما أدري شفته اشتهيته هسه. لا بنات والله أضحك وياكم. المهم يا بنات يعني سووه وجربوه بنات، كلش طيب تمر الهند هاي، لأن أنا أحبه أقولكم كلش طيب، بس والله يعني حقيقة هو طيب. هنا طبعا هاي قبل يومين يعني أنا كنت مسويته، يعني مو بنفس اليوم هذا مال الثواب. كنت مسويته شنو يا بنات، خلي أقولكم محلبي زين، وحلاوة مال شعرية وبسكت. بنات جربوها والله تطلع طعمها كلش طيب. يعني سووا طبقات، أول ما خليت طبق المحلبي أني، وبعدين طبق الشعرية وبسكت، ورجعت نفس الطبق هم خليته، يعني هم طبق محلبي وشعرية وبسكت وهيك شي، رجعت مرة الثانية. وهاي عندي البايركس هذا شوفوه هم راح هم أسويه يعني وياهن. لأن أنا دائما من الزود عند الحلا من أسوي أي حلاوة يعني فد شي أشوف الزود عندي أسوي كمية ثانية وأضمها بالثلاجة ما عليها. يعني الكمية العفو الحلا تشوفوه يعني ما عليه لثاني يوم هيك شي، فعادي يعني سووه ضموه. فيا بنات حبيت أقولكم فد شي، شايفين يعني انتو كل سنة بيوم طبرة علي عليه السلام يعني الجو يتخربط، العواصف تقوم. يعني هسه أنا والله أحكي وياكم المطر يزخ. يعني شوفوا يعني العاصفة مال البارحة كانت كلش قوية، وهسه أنا أقولكم مال البارحة ما أدري راح يعني أكمل الفيديو، ما أعرف ينزل اليوم لو ما ينزل، بسبب يعني تعرفون عواصف شوية ومطر، الإنترنت احتمال هم يتخربط ما أدري بعد، لأن دائما أنا من أريد أنزل فيديو لازم الإنترنت يأخرني. فالمهم إن شاء الله لا أنزلكم اليوم الحمد لله والشكر، ولا ما أنزلكم أكيد على ثاني يوم راح يبقى. طبعا هنا بعد ما كملتها راح اروح اخليها بالثلاجة، يعني لما تبرد عادي حتى لو تخلوها ثاني يوم بنات هم ما عليها. فجربوها وشوفوها بنات طعمها والله كلش طيب. فهنا بعد ما بردت عندي طلعتها، طلعت بس هذا القالب بدي تشوفوه، يعني البايركس ما طلعته عادي راح اعوفه لثاني يوم، هاي ما عليه بنات بالثلاجة، بعد ما يبرد سلفني وضمي ما عليه. فبنات والله جربوها قلت لكم وشوفوها طعمها شقد طيب، وسهمكم إن شاء الله ألف عافية من هذا اللي سويته كله. وبنات حبيت أشارككم شي بسيط يعني من ليلة القدر. شنو اللي سويناه؟ أكيد هو الصلاة والدعاء، وألف حمد وشكر من ربي يعني قدرنا نصلي صلاة 100 ركعة. ألف حمد وشكر، يعني أنا كل سنة إن شاء الله إلى الله مخلينا طيبين ما يفوتني، يعني هاي الصلاة ما تفوتني، أنا كل سنة أصليها يعني شكلكم حتى من كنت صغيرة. والحمد لله والشكر ربي من يقدرنا على هذا الشيء، ويا رب تنعاد علينا هذا اليوم علينا وعليكم بالصحة والسلامة والإيمان إن شاء الله. هسه حبايب لهنا تقريبا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله ألتقيكم في فيديو جديد، وأقول لكم مع ألف سلامة وباي باي.